تقارنش نفسك بحد وما تحطش نفسك في رانكينج، عشان ما فيش حاجه اسمها رانكينج. من اكتر الحاجات اللي بتحبط البني ادم، ودي طبيعه انسانيه، انه يقارن نفسه بالاخرين. فلما بتيجي تعمل اي حاجه في الدنيا، حلو انك تعرف مين بيعمل الحاجات دي عشان تفهم الماركت عامل ازاي. وده حتى في علم البيزنس، ان انا احط نفسي في مقارنه مع واحد تعب وشقي واتمرمط عشان يوصل اللي هو فيه ده، وعايز لما اجي ابدا زيه، بقت عندي مشكله. فكل اللي انا هعمله ان انا هفضل قاعد في السيركل اوف كونسيرنز عمال بحضر عشان ابدا زي ما هو موجود دلوقتي. في علم التريننج عشان تطلع تريننج محترم، ساعه تريننج قصادها يوم شغل، وفي الاخر الناس بتشوف ايه؟ الفاينل سلايد، صح؟ كل واحد مننا عنده هيز اون فليفر، والحاجه اللي لو ضافها مفيش حد غيره هيضيفها. كل واحد لو عمل نفس الحاجه كل واحد هيعملها بشكل مختلف وهيطلع فيها انوفيشن. مفيش حاجه اسمها توب 10 وتوب 100. قول لنفسك دايما I am number one. مش عشان انت نمبر 1 وانت احسن واحد، مفيش حاجه اسمها حد احسن من حد، لكن في حاجه اسمها حد عنده باشن اكتر من التاني وبيعمل حاجه بشكل مختلف عن التاني. لو انت بتعمل حاجه اللي انت مؤمن بيها فعلا، ما تستناش تعرف انت بقيت رقم كام في التوب 10.